اللي في اسطوالي هو هذا اللي في الصورة اسمه مصطفى الشيخ. مصطفى الشيخ هذايا نسيب عمي تبون. هذا مصطفى الشيخ نسيب عمي تبون، كان في أضرار ولا كان وين، عطاو له ابارتمون في سطوالي في بلاصة مخيرة سطوالي وين كاين الفيلا تاع وليد الرئيس، واحد البلاصة وين يسكنوا فيها القماقم. جيرانهم كاين جماعة جيرانهم كاين جماعة المهم سياسيين بما فيهم رؤساء أحزاب سياسية، لا داعي لذكر اسمهم هنا باش ما نحرقولهمش كوارتهم، يسكنوا ثم معاهم وفنانين ووزراء سابقين وكذا. المهم واحد الحي راقي يسكنوا فيه المعالم، عنده ابارتمون ثم نفس الشيء. هذا متخصص في تعيين القناصلة وتعيين الملحقين في السفارات والقنصلية القنصليات وتعيين المستشارين في الأمم المتحدة سواء في نيويورك أو في جنيف، لأنه هذا يعين جماعة الدولار قماقم هذا كل فوق. قال ودي شوف لنا محمد يرحم بابك، شوف لنا محمد اللي في الرئاسة وليد أختك شوفه لنا يعين فلان في الآخر. ومن بعد كي نهضروا يقول لك راك تنتقد وراك تقول في كلام. هذه الحقيقه يا سي تبون، الا ما على بالكش بها نقولوا لك، الا ما على بالكش يا سي تبون نقول لك باللي نسيبك راهو يعين في المسؤولين كبار المسؤولين في الدوله، راه يعينهم في ابارتمون في سطوالي، ومستشارك راه يعين في الناس ويقضي الصور ويدي في المراير في باب الزوار في ابارتمون باب الزوار. وشؤون الدوله تسير بهذا الاسلوب القذر اللي حاربناه في وقت بوتفليقه. في وقت بوتفليقة على الأقل سعيد بوتفليقة كان يجتمع مع كبار العصابة في فيلا كونيناف في حيدرة، يجتمع ويقرروا وكذا، معناتها ما خرجناش. سعيد بوتفليقة كان يسير ويعين في المسؤولين والوزراء وكذا 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 وحاكمين البلاد. الآن لم يتغير شيء. يا إما مصطفى راه يعين، مصطفى الشيخ في سطوالي يعين في المسؤولين وينحي ويطلع ويهبط، أو محمد حسونة باب الزوار في ابارتمون باب الزوار مفرشها التاي كما يقول لك الناس البقراج تاع التاي ما يحبسش خلاص في باب الزوار او في الفيلا في كليب دي بان. وهذا الامر لا نريده، لا نريده.